غلطة كبيرة بيقع فيها أغلب الناس اللي بتعمل سلم العمارة سلم قلبتين على الواجهة. المشكلة دي كانت باختصار منتشرة في البيوت القديمة اللي كانوا عاملين سلم البيت قلبتين على الواجهة، وما كانوش حاطين في حساباتهم إن الشارع ممكن يعلى في أي وقت نتيجة عمل صرف صحي أو نتيجة عمل أسفلت في الشارع. فبيتفاجئوا بعد كده إن لما الشارع بيعلى طبعا أرضية المدخل بتاع العمارة برضو بتعلى، فبيتفاجئوا إن المسافة بين سقف السلم اللي هو صدفة السلم اللي في نص الدور وبين أرضية المدخل بيكون ارتفاعها قليل جدا، فبتلاقي لو حد طويل شوية داخل من الباب ممكن يخبط في البوابة أو في سقف المدخل بتاع العمارة. والمشكلة دي حديثا بدأت تقابلنا في المدن الجديدة في المساحات الصغيرة، بيكون الواجهة بتاعت البيت صغيرة فالسلم بيتعمل صغير وبيتعمل على الواجهة سلم قلبتين عشان نقدر نستفاد بأكبر قدر من المساحة. فالغلطة هنا بتكون إن من البداية أثناء صب الخرسانات بيكون الارتفاع من صرفة السلم لحد أرضية المدخل بيكون قليل جدا، فبتلاقي بعد كده إن أنت لما بتشطب أرضية المدخل سواء كان هتركب رخام أو سيراميك أو بورسلين وتشطب سقف صدفة السلم اللي هي في نص الدور سواء كانت محارة ودهانات أو جبسون بورد وتركب الإضاءة بتاعتها أو الكشافات بتاعتها، لو أنت مش معلي ارتفاع صدفة السلم هتلاقي بعد كده إن الارتفاع ده قليل جدا وهيعمل لك مشاكل وغالبا هتحتاج تكسر السلم وتعمله من أول وجديد. ففي البداية خالص لو السلم عندك قلبتين على الواجهة لازم الارتفاع من أرضية المدخل خرسانة لسقف صدفة السلم اللي هي في نص الدور خرسانة ما يقلش عن 2 متر و60 سنتي، كل ما يزيد كل ما يكون أفضل. هنا في السلم اللي قدامنا ده الارتفاع 2 متر 85، هنقيسه سوا اهو المتر الليزر. متر اهو 2 متر 84 و8 مللي يعني 2 متر 85. طبعا عشان تحقق الارتفاع الكبير ده لازم بقدر الامكان تزود عدد درجات السلم اللي في القلبتين اللي بيطلعوا على الصدفة اللي في نص الدور، مع مراعاة ان الدرجة ارتفاعها بيكون من 15 ل 16 سنتي. ونحاول قدر الامكان ما يكونش عندنا عمدان او ركب عمدان في السلم لان هي بتضيق السلم جدا، فلو عندنا عمدان على السلم ندخلها في الريسبشن احسن ما تكون طالعه في السلم وتضيق لنا السلم بالمنظر السيء ده.